بس انا بجيب الحاجات الاساسيه بس، عشان انا هجيب العماره دي. وانت كمان عايزه عرض؟ خدي خدي عرض. انا هجيب لك، هشتري لك عرض اهو. تيت. السلام عليكم. لو انت متعود تشتري احتياجات البيت كلها مرة واحدة، فتعالى اقولك شوية نصايح لدخول السوبر ماركت. اول حاجة لازم تكون محدد قائمة بالطلبات اللي انت عايزها ومقسمها، يعني مثلا الجبنات مع بعض والبقوليات مع بعض والمنظفات مع بعض وهكذا، بحيث انك تدخل القسم اللي انت عايزه تخلص القائمة وتطلع منه. ولو في قسم مش محتاج منه حاجة اصلا، من الافضل ما تدخلوش ولا تعدي منه، عشان ما يغركش عرض ملوش لازمة وانت مش محتاجه. تاني حاجة، مهما لقيت عروض تحفة ان شاء الله بنص التمن، لو مش محتاجها ما تجيبهاش احسن، هتلاقي نفسك بتشحت اخر الشهر. تالت حاجة، ودي نصيحة مش مادية بس، عشان تحس نفسك انتصرت على موظفين التسويق في الماركت، لما تشتري ألبان أو زبادي معبأة ليها أيام صلاحية معينة، دايما بيبقوا حاطين الجديد أو تاريخ اليوم ورا والقديم قدام، فدي ملحوظة مهمة ليك لو حابب تاخد حاجة تاريخ اليوم. لو معاك طفل، اتفق معاه قبل ما تدخل انه لو ليه حلويات واحدة بس، ومن الافضل انك ما تعديش من قسم الحلويات. ونصيحة تربوية على الماشي، اديله مسؤولية شراء شيء هيبقى مبسوط انه مسؤول، ويعزز عنده تحمل المسؤولية والثقة بالنفس. قول له مثلا: حمادة انت اللي مسؤول عن شراء الصابون، وخليه يجيبه على ذوقه تحت اشرافك طبعا. وبكده نكون وصلنا لنهاية رسالتنا النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.